مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت، وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة. هي طبيبة تعمل في المستشفى. قلت لها: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضا لا يصافحها إلا 7 من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فهذا الجواب أعجبها كثيرا وقبلته. سمعت قصة في بلد عربي استقبل وزيرة، فكان الوزير المثيل لها في المطار مع كبار موظفيه. أحد هؤلاء الموظفين لم يصافحها، يبدو أنه ملتزم متفوق جدا في اختصاصه، لكنه ملتزم، يعني فضلا عن أنه متفوق ملتزم، فما صافحها. فالوزير المضيف انزعج جدا منه وعنفه وأعفاه من حضور مأدبة الغداء. هذه الوزيرة الضيفة سألت الوزير المضيف: هناك موظف كبير عندك لم يصافحني، أين هو؟ قال: والله لعله اعتذر وصرف من انزعاجه. فقال: أريد أن أراه. أصرت على ذلك فطلب أن يحضر. حضر. قالت له: لم لم تصافحني؟ قال: أنا مسلم متمسك بمنهج الله، ونحن في هذا المنهج لا نصافح امرأة أجنبية. فسمعت شرحه وتأثرت تأثرا بالغا، وقالت للوزير المضيف: لو أن المسلمين أمثال هذا الموظف لكنا تحت حكمكم. الآن لما يسافر إنسان إلى بلد بعيد يريد أن يأخذ وكالة، يمتحن امتحان في دينه، فإن كان متمسكا أعطوه الوكالة، لأن الإنسان حينما يتمسك بمبدأ مع إنسان ينطلق من قيم. على كل